بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ربنا منتظر منك قرار، وقرارك هيحدد مصيرك الأبدي. وفي ناس هربت وخافت تاخد القرار وهلكت، وفي ناس خدت قرارات سليمة وخلصت، قرارات توبة، قرارات تسامح، قرارات ترك، قرارات تكريس، قرارات عطاء، قرارات خضوع لوصية معينة. القرارات دي هتحدد مصيرك الأبدي. اللي سايب نفسه للأيام تمشيه ما بياخدش قرارات مش هيدخل السماء، لأن دخول السماء ده قرار شخصي. اللي يتتبعه انك تبقى مختلف عن الناس كلها وتعمل اللي ربنا عاوزه مش اللي الناس عاوزاه ولا اللي اتعودت تعمله، لأنه ممكن اللي اتعودت تعمله ما يكونش هو الصح. لقينا ناس حلوة قوي زي مثلا زكا، زي السامرية، زي بطرس، ولقينا ناس للأسف كان قدامها فرص تاخد قرارات ما خدتوش، زي مثلا الناس اللي هلكت. شاول الملك كان ممكن يصالح داود، أخاب كان ممكن يتوب، لكن ما خدوش القرار الصح. هنا تيجي مشكلة التردد والتراجع. ده الموضوع الثالث في السلسلة. التردد مشكلة مزعجة. اللي متعامل فيكم مع شخص متردد ده برضو نوع من الاسترس. يعني لو مراتك مترددة بتبقى مش عارف تريح، ليه؟ ساعة تقول يمين ساعة تقول شمال. ولو ابنك متردد هيجي يفكر في عروسة وبعدين لا ما تنفعش، يفكر في دي يمشي خطوتين وبعدين يقول لك لحسن ما تكونش مناسبة يا ابني مخلص. وفي واحد يقول لك اهاجر ما هاجرش، اهاجر ما هاجر. يا حبيبي، اذا كان التردد في الامور الارضية مزعج ومتعب نفسيا، التردد في الامور الروحية مهلك، مدمر، خطير جدا. وانتوا كلكم جربتوا دي. بمعنى ايه؟ يبقى جواك رغبة تعمل حاجة صح وبعدين تتراجع او تتردد، تقول خلاص هتنازل عن حقي، وبعدين يرجع قلبك يقول لي وانت عبيط ولا ايه؟ حد بيتنازل عن حقه ويستغفر وتلاقي الصوت التاني لخبطك تاني. طب ما انت كنت خلاص هتاخد قرار كويس، لا رجعت تتردد تاني. تكون مثلا ناوي تزود وقت ربنا وبعدين تتردد وتقول لا انا مش هينفع برضه. التردد ياما ضيع ناس، والتراجع أسوأ منه. التراجع بقى مش انك ترددت تاخد قرار، ده انت خدت قرار ومشيت خطوتين ورجعتهم تاني. عشان كده حطيتهم مع بعض، مشكلة التردد والتراجع. تعالوا نفهم القصة من الإنجيل ونشوف الخطورة ونشوف العلاج، لأن كلنا عندنا بدرجة الحتة دي. ربنا يسوع نفسه قال على النوع ده قال له يسوع ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله. يعني واحد حط إيده على المحرات وبص ورا؟ يعني متردد. هتحرث الأرض، هتدوس، دوس اشتغل. هتبص ورا يبقى مش هتشتغل. فيا قدام يا ورا، ركز بقى. خدت موقف كمل. ليه بتبص ورا دلوقتي؟ مش هتنفع للسما.
نفس المعنى ده قال القديس يعقوب لما قال رجل ذو رأيين. رأيين يعني رأي ساعة كده وساعة كده، هو متقلقل في جميع طرقه، ما بيخلص، ما بينجز. في الأمور الروحية خطر، لأن ربنا بيقول لك يلا يبقى يلا، ولو ما لحقتش تاخد القرار في الوقت المناسب ممكن تكون ضيعت السما كلها. من أشهر صور التردد والتراجع الارتباط العاطفي. أي علاقة أساسها العاطفة، يقولوا علماء النفس إن العاطفة عموما متذبذبة. عشان كده الجواز مش واقف على العاطفة بس، العاطفة ممكن تطلع قوي وتقع قوي، لكن التفكير والعهد تلاقوه يعني ايه، مستمر ناضج ثابت، فتلاقي في نوع من الاستمرارية. فالشباب اللي بيكون غير ناضج ويقفز يقول هي دي وعاوز دي، واهله يقولوا له يا ابني دي مش مناسبة بالعقل، مش مناسبة، الموضوع ده مش هيكمل. لو دخل على جواز، الجوازة دي هتتلخبط، لأن ده نوع من التردد والتراجع وارد فيه، عشان في ارتباط عاطفي. وتلاقي بقى ايه، زي مثلا أمنون قال عاوز سمار، خد سمار، قال مش عاوز سمار. ايه اللعب العيال ده؟ ده هي نفسها قالت له طب نتجوز عشان نستر على اللي حصل، رماها بره. قصة مأساوية حصلت في بيت داود النبي. تردد والتراجع ساعات يبقى في الشراء والبيع. أنا بكلمكم عن الأمور العادية. تيجي تشتري حاجة وتقول لا أبيع، طب إيه؟ وتبقى خلاص هتكتب العقد وبعدين تخاف. التردد في اتخاذ قرارات التوبة بقى ده المهم، وقرارات التلمذة، لأن دي أخطر حاجة. هتمشي ورا المسيح ولا مش هتمشي؟ في ناس مشيت ورا المسيح طول ما كان بيعمل معجزات. في مرة قال لهم مش هعمل أكل تاني، مشوا، زعلوا. بعد يوم الخمس خبزات بقوا بيجروا وراه عدد أكبر، عشان إيه؟ أكل ببلاش بقى. فأقول لهم لا، اعملوا للطعام الباقي. وقعد يتكلم عن السماء والإفخارستية، ما عجبهمش. يبقى هنا دخلوا غلط. اللي كملوا منهم بقوا تلاميذ وبقوا قديسين. ففي واحد يتردد في اتخاذ القرار، اعترف، طب أجل يا ابني، مفيش تأجيل، روح اعترف وخلص، خلاص اقفل الموضوع ده، ولا مش دلوقتي؟ ما تقفل، موضوع غلط، اقفل وخلص، خاف ربنا، انجز. التردد هنا خطر جدا. التردد في اتخاذ قرارات تكريس. تلاقي واحد يقول ايه، انا عاوز افضي وقت للخدمة. طب يلا فضي، بس طب لما اخلص المشروع اللي في ايدي. لا، يبقى مش هتخلص. اللي يعمل كده ما عمره ما بيخلص. لكن خليك زي بطرس، اول ما شاف السمك، لا خلاص انا عاوز المسيح، ترك كل شيء. إيليا رمى عليه الرداء، ولع في البقرتين، عملهم ذبيحة. قال له مش ممكن ارجع للفلاحة تاني. بقى إيليا يقول لي خليك معايا وانا اسيبه. يبقى هنا احذروا من التردد. في صور كتابية، لو تذكروا أخاب الملك، أخاب قصته مأساوية، لأن الراجل ده على فكرة كان ممكن يجي منه، بس كان متردد، كان شخصية ضعيفة، كانت مراته مسيطرة عليه، ومراته كانت ست وحشة. إيزابل رمز للشر. عشان كده في سفر الرؤيا تلاقوا يوحنا الرائي بيسمي مملكة بابل إيزابل،
لأنها دايما رمز للوثنية، فكانت مسيطرة عليه. لكن هو كان يحب إيليا النبي، وكان يعمل له حساب جدا، وكان عارف إن السماء مش هتفتح غير لما إيليا يصلي. طب ده أنت راجل عندك إيمان يعني، واثق في صلوات إيليا. وإيليا مرة اداله كلمتين ناشفين، روح تاب. كويس قوي على كده، كمل بقى. لا، ما كملش أخاب، وهلك أخاب. ليه؟ لأنه تردد، كان نفسه يتوب بس مش قادر يتوب. عارفين النوع ده؟ بيقول لك الأعمال بالنيات، لا الحياة ما تمشيش كده. لا، هنا المقصود بيها مش كفاية انك يبقى عندك رغبة، لازم تعمل، تاخد قرار بناء على الرغبة الجيدة. لكن الرغبات بس لا. المسيح له المجد في لوقا 13 يقول كثيرون سيقولون ان احنا عارفينك وان احنا حاولنا، كثيرون يطلبون ان يدخلوا ولن يقدروا. ليه؟ كانت رغبات بس. يعني نسمع عن الناس بيعملوا خير نتمنى نبقى زيهم، نتمنى. طب وبعدين هتبقى زيهم امتى؟ دي عاوزة قرار. تسمع عن الناس خدت قرار مظبوط وقفلت على الغلط، دور الباقي عليك، خد قرار بقى. لكن هنتفرج بس يبقى مش هنوصل لحاجة. في واحد اسمه صدقية الملك، كان في زمن أرميا النبي. صدقية الملك كان برضو ملك، ومع كده شخصيته ضعيفة. استغربوا في قصص التاريخ، في ملوك كتير شخصياتهم ضعيفة. صدقية كان بيعمل حساب لأرميا جدا، فكان يستدعيه في الخفاء، يقول له ربنا بيقول ايه؟ فيقول له البلد هتخرب وبابل جاية وأحسن حاجة انك تسلم. يقول له طب ما تقولش لحد انك قلت لي. بعدين يقعد مع المستشارين يقولوا كلام عكس كده، لازم نحارب، احنا مش ضعفاء، محدش يقدر علينا، احنا عندنا الهيكل. يخاف يقول لهم أرميا بيقول ويمشي وراهم. في الآخر صدقية دخلت بابل، موتت كل عياله وخلعوا عينيه واتبهدل. ليه؟ ما خدش قرار. ما انت عارف ان أرميا صوت ربنا، ونصحك بدل المرة كذا مرة، بس هو متردد. يعجبه كلام أرميا، بعدين يرجعوا يعجبوا كلام المستشارين. انت فين رأيك؟ فين شخصيتك؟ انت عارف ان أرميا ما بيغلطش لأنه ملوش غرض. من الصور الكتابية هيرودس الملك، هو ده بقى أشهر واحد في الملوك عموما، برضه شخصية ضعيفة مترددة. هيرودس كان معجب بيوحنا المعمدان اللي في الآخر قتله. تبقى معجب بيوحنا ويجي اليوم اللي تقتل يوحنا؟ ايه ده؟ شخصية غريبة جدا. لأن هو كان يسمع يوحنا ويعجبه الكلام، لكن معاه واحدة هيروديا دي كانت أساسا مرات أخوه، خدها يعني كسر الشريعة، مخالف للوصية. عشان كده يوحنا قال له لا يحل لك، العلاقة دي غلط. فهي بقى التانية متغاظة منه. ففي يومة الحفلة دي قالت له أنا عاوزة راس يوحنا. ما قدرش يقول لا، عكس اللي كان عاوز يعمله. وده بيحصل معانا بعد الشر، تبقى عندك نية مصالحة، يقوم بشوية ظروف تعبانة كده تقلب على الناس أكتر وتعاديهم أكتر. كده الشيطان يضحك عليك. كنت ناوي تصالح خلاص وتتنازل وتمشي ورا ربنا، يضحك عليك وتزود المعركة. طب النتيجة ايه؟ هيجي اليوم اللي تموت وتلاقي نفسك مالكش مكان في السماء، لأنك ما سمعتش كلام ربنا، سمعت كلام الشيطان بسبب التردد. ما انت كان عندك رغبة كويسة، كنت خلاص هتمشي في القرار الصح.
حنانيا وسفيرة كان عندهم التردد، آمنوا وتعمدوا وانضموا لشعب الكنيسة وباعوا الحقل، خطوات كويسة أوي. وبعدين اترددوا، نجيب الفلوس ولا ما نجيبش الفلوس؟ خسارة الفلوس. بس برضو قالوا لنا لو ادينا الفلوس في بركة، لكن لا الفلوس دي كتير قوي. فكرة وعكسها، فكرة وعكسها. في الآخر عملوا كذبوا على الروح القدس وماتوا. مش كنتوا مشيتوا مع الصوت العائم؟ مش كنتوا حتى اعترفتوا ان عندكم مشكلة، ان انتوا متعلقين بالفلوس وخايفين؟ أسباب التردد في رأيي أول سبب البعد عن رجل الله. اللي بيبعد عن سر الاعتراف يا أحبائي بيضعف روحيا، فما بيقدرش ياخد قرارات سليمة. بيبقى عارف الصح بس مش قادر يعمله. صدقوني سر الاعتراف فيه قوة، لأنه أبوك الروحي بصلاته وبكلامه بيشجعك تمشي صح. أنت ليه بتبعد عنه؟ أخاب لما بعد عن إيليا بقت إيزابل اللي مسيطرة. صدقية لما بعد عن أرميا بقى المستشارين مسيطرين. هيرودس لما بعد عن يوحنا بقت هيروديا هي اللي مسيطرة. بطرس لما بعد عن المسيح أنكر، مع إنه بيحب المسيح، لكن لما بقى في مسافة بينه وبين المسيح، المسافة دي دخلوا فيها ناس لخبطوه. يبقى حاسب تبعد عن رجل الله. كمان من أسباب التردد الصراع اللي حكى عنه القديس بولس كذا مرة، لما قال الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. يمكن حكيت لكم زمان عن حكاية حكاها واحد من القديسين في القرن السابع، أظن يوحنا الدرجي. الحكاية دي معبرة قوي عن الجهاد الروحي. فبيقول اربط رجل نسر صغير برجل كلب صغير. في نسور صغيرة تبقى زي الفرخة في الأول، بس ده نسر وكلب صغير. وبعدين تعالى غذي الكلب كويس وشرب النسر شوية مية ولا حاجة كده عشان يعيش. ايه اللي يحصل؟ بعد كم شهر، بعد سنة، تلاقي الكلب بقى قوي، بيجري وبيجر النسر وراه. قال دول أغلب البشر اللي أجسادهم بتجرهم، بتجر نفوسهم. طب اعمل العكس، غذي النسر كويس وعايش الكلب مجرد يعيش بس، هتلاقي النتيجة النسر يشد حيله ويطير، والكلب نفسه يطير وراه لأنه متعلق فيه. وهكذا يصنع القديسون. يبقى أنت بتأكل أكتر؟ بتغذي روحك، هتاخد قرارات سليمة، هتمشي صح، هتروح السما. بتغذي جسدك، يبقى روحك ضعيفة منهارة، وفي الآخر كأنها مش موجودة، كأنك شخص غير روحاني بالمرة، لأنك عايز زي بقية الناس اللي عايشة لأجسادها. يبقى الواحد لازم يقاوم شهواته الأرضية لحساب شهواته الروحية. الإنجيل قال لنا كلام ربنا أكل، وإحنا عندنا أنواع أكل، صيامي وفطاري ملهاش آخر. طيب الإنجيل ولا الأكل العادي؟ هو ده اللي هيحدد قرارك هيمشي ازاي. غذيت نفسك بالإنجيل هتاخد قرارات سليمة روحية. غذيت نفسك بالولائم، خلاص انت بقيت إنسان عادي، مش هتمشي صح حتى لو تجملت، لكن مش ده اللي ربنا عاوزه، كان عاوز أكتر من كده.
من أسباب التردد صراع العقل والقلب، أن يكون جواك رغبة وعقلك يقول حاجة عكس كده، وساعات يتبادلوا المواقع، يعني قلبك يحن على الغلابة، حلوة دي ما تمشي ورا قلبك، عقلك يقول لك لا خسارة الفلوس، غلط، خناقة جواك. أو العكس، قلبك يشيل من حد تتضايق ويصعب عليك، وعقلك يقول لك ما تخاصمش، المسيح قال حبوا أعدائكم سالموا كل الناس. تبقى خناقة بين عقلك وقلبك، فتبقى عاوز تطلع خطوة وترجعها كل شوية. كلما أريد أن أفعل الحسنى أجد الشر حاضرا عندي، يحصل تردد. هنا لو غذيت الفكر السليم أو القلب السليم هتوصل لقرار سليم. صراع الحاضر والمستقبل برضو ده بيعمل تردد. ليه؟ النهاردة مطلوب ايه وبكرة ايه. ففي واحد عاوز ينبسط النهاردة وما بيفكرش ببكرة، غلط. في شباب كده دلوقتي يصرف قد كده، طب يا حبيبي بص لبكرة برضو، اعمل حساب للمستقبل، انت لسه هترتبط لسه، طب حوش، ده مش غلط. لا، هو يقول لك ابسطني النهارده وخلاص. في حاجه كده يا ابني؟ مفيش عقل. هو لازم برضه تعمل توازن بين دلوقتي وبين بكره. او العكس، واحد يبقى عايش طول الوقت في بكره فمش بيعمل ولا حاجه صح دلوقتي، عمال يجري عشان بكره. طب يا ابني انت مش شايف عيالك ولا شايف مراتك ولا شايف صحتك؟ هدي شويه عشان تشوف النهارده، عيش يومك برضه، انبسط بشكل روحاني، وبكرة لبكرة. إذا التوازن بين بكرة والنهاردة مهم. اللي عايز بكرة طول الوقت قلقان مضطرب مش عايز، واللي عايز النهاردة بس مش عاقل، لأنه بيلغي بكرة. ودي طبعا في خطايا كده، تلاقي واحد يقع في خطية كبيرة قوي يقول لك مش مهم، يقولوا له طب الخطية دي الإدمان ده هيبوظ دماغك، بكرة مخك هيقف، الكبد هيبوظ، مش مهم، عاوز انبسط دلوقتي. تنبسط دلوقتي وبكرة يضيع خالص. الخطية دايما كده، هي لذة وقتية لكن لغت بكرة ولغت المستقبل. من أسباب التردد الخوف. يبقى واحد شايف ان القرار صح بس خايف ياخده، فبيتراجع عن القرار، يتردد. رجل ذو رأيين متقلقل في جميع طرقه، لا يظن هذا الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب، مش هيوصل لحاجة. طيب الحل ايه بقى يا احبائي؟ اديكم مثل من الشاب الغني. الشاب الغني كان رائع جدا، كان شخص بيجري ورا المسيح عاوز يعمل الصح، وكان حافظ الوصايا، وكان مهذب جدا، جثى عند قدميه، ركع كده مع انه غني، وسأل بأدب شديد أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ يعني في استعداد جميل جدا، بس عنده مشكلة إنه بيحب فلوسه قوي ومش مستعد يعيش زي بقية الناس. فأول ما قال له اذهب بيع كل مالك أعطي الفقراء يكون لك كنز في السماء، مضى حزينا. ليه؟ ما قدرش على القرار، تردد. طب ما انت جاي تسأل اعمل ايه عشان اروح السماء، اهي الإجابة اهي. لا أنا مش عاوز الإجابة دي، لا الإجابة دي مش هتنفع. عشان كده بعدها بشوية المسيح قال كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لي تلميذ. يترك على الأقل من قلبه، يعني ما يبقاش فلوسه شغلة، لكن طالما فلوسه شغلة مش هيبقى تلميذ.
زكا بقى عمل اللي ما قدرش عليه الشاب الغني ده، ما ترددش خالص بقى. ده يوم ما دخل المسيح بيته وقف وخد القرار. يمكن لو كان أجله تاني يوم كانت لخبطة. الشيطان ساعات يقول لك طب أجلها أجلها عشان يقعد معاك طول الليل، إيه، يغسل دماغك ويرجعك عن القرار. هو بقى زكا ما أجلش، مطلع نص الفلوس على طول والباقي حطه لتصليح الأخطاء اللي قبل كده. ده التردد. أما عن التراجع يا أحبائي، التراجع بقى برضو سيء. ليه؟ لأنك ممكن تكون مشيت خطوات حلوة ورجعت. يقول عنها القديس بطرس في رسالته الثانية كلام ناشف شوية، معلش احتملوا النص الجميل ده. يقول إذا كانوا بعدما هربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب، بيوصف ناس هربوا من الخطية لما عرفوا ربنا بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح، يرتبكون أيضا فيها في النجاسات فينغلبون، قد صارت لهم الأواخر أشر من الأوائل. فاهمين المعنى؟ يعني بعد ما سابوا الخطية وطلعوا لقدام يرجعوا تاني لنفس الخطايا اللي سابوها. طب ده النهاية أسوأ، لأنه كان خيرا لهم لو لم يعرفوا طريق البر من أنهم بعدما عرفوا يرتدون عن الوصية المقدسة المسلمة لهم. قد أصابهم ما في المثل الصادق. كان في مثل يهودي يقول كده: كلب عاد إلى قيئه. عارفين المنظر ده؟ بعض الحيوانات لما تتقيأ تروح تشمشم في القيء اللي نزلوه، حاجة مقرفة شكلها وحش، بس دي من طباع الحيوانات. وخنزيرة مغتسلة، يعني لو رشيتم خرطوم مية على خنزير كده أو خنزيرة تلاقوه ما يستحملش النظافة، يدور على الطينة وينط، يبقى مبسوط جدا. مراغات الحمقى العربي الفصحى هنا معناه يتمرخ في الطين. يبقى الكلب والخنزير هنا مش وش نظافة. المثل قاسي بس هو معبر. ليه؟ بدل دخلت في سكة النظافة ترجع تاني للخبطة، مشيت في طريق ربنا ترجع تاني تبيع ربنا وتركنه، وعدت ربنا في اسبوع الالام انك تعمل وتعمل، يجي الصيف والساحل الشمالي تلغي كل اللي انت اتفقت عليه. ليه كده؟ لا مالكش حق، لانه ده تراجع وقدام ربنا يزعل، لان ده اتفاق بينك وبين ربنا. في حكاية كده في أرميا عن التراجع. أرميا كان زي يوحنا المعمدان، طول النهار يقول للناس توبوا، فالناس كرهته، لأن كانوا الأغنياء بتوع أورشليم مش عاوزين يتوبوا، ولا الشعب اليهودي، ودخلوا الوثنية وهم يهود. المهم في مرة فتح لهم كتاب الشريعة وقال لهم انتوا عارفين ان الشريعة تمنع أي يهودي يستعبد أخوه، انتوا ازاي مسخرين اخواتكم؟ لازم تطلقوهم، فكوا أسرهم. يعني ايه؟ ما تستعبدوهمش. الناس كشت وخافت وسمعت الكلام، زي ما تقولوا كده ايه، اجتماع كده والكلام كان شديد، فالناس خدت موقف كويس، رجعوا عن الحركة. وبعدين ايه بقى؟ يقول قد رجعتم أنتم اليوم وفعلتم ما هو مستقيم في عيني، ده كلام ربنا، منادين بالعتق كل واحد إلى صاحبه، وقطعتم عهدا أمامي في البيت الذي دعي باسمي، ثم عدتم ودنستم اسمي وأرجعتم كل واحد عبده. يعني أول ما الإيه الهوجة الروح حلوة دي نزلت هديت، رجعوا قالوا ايه اللي عملنا ده؟
ورجعوا اخواتهم عبيد تاني وكسروا الشريعة تاني. وكل واحد أمة الذين أطلقتموهم أحرارا لأنفسهم وأخضعتموهم ليكونوا لكم عبيدا وإماء. لذلك هكذا قال الرب أنتم لم تسمعوا لي. يعني في النهاية تقييم ربنا إيه؟ أنت ما سمعتش الكلام. تقول لي بس أنا سمعته مرة. ما أنت سمعته ورجعت فيه. يبقى الملخص إيه؟ النهاية أنت ما سمعتش. فاهمين الفكرة؟ زي واحد يقول لك أنا صالحت فلان ورجعت بعد كده قلبت عليه، يبقى كأنك ما صالحتوش. أنا قفلت العلاقة الغلط بس رجعت تاني عشان ده إيه؟ خلاص يبقى أنت ما تبتش. ما تقولش إنك تايب، لأنك هنا أنت رجعت للغلط تاني. كل واحد هانذا أنادي لكم بالعتق يقول الرب للسيف والوباء والجوع. يعني إيه؟ هيجي أيام صعبة عشان الناس مش عاوزة تتوب. طالما الناس مش راضية تاخدها جد وتتوب هتيجي أيام صعبة. دي طريقة ربنا، وكما كان هكذا يكون. استغرب إن الناس مش راضية تشوف إن الوباء تأديب ودعوة للتوبة. امال ايه؟ كل الانجيل بيقول نفس الرأي ده. طبعا ربنا بيشد على الناس عشان تتوب بجد، لانه الناس مستهترة. انا مش بتكلم عليكم عموما، لكن ده الواقع للأسف. ايه علاج التردد والتراجع بقى؟ اول حاجة شخص الموضوع ده في حياتك. يعني اعترف قدام نفسك انك عندك العيب ده، انك بتمشي خطوة وترجعها، او انك بتخاف تاخد قرار مظبوط، قرار روحي اقصد، قرار سليم حسب إرادة الله. يبقى انت عندك المشكلة، لان لو ما شفتش المشكلة مش هتعالجها. اول علاج خد قرار شامل حاسم وما يبقاش قرار جزئي. لأن في ناس لما تاخد قرار تلاقيها إيه؟ تحب دايما الفصال. أنا هسامحه لكن مش هكلمه. يعني إيه؟ تبقى ما سامحتوش، مش هينفع. أنا العلاقة دي همنع منها الزنا بس مش هقدر امنع المقابلات. يعني ايه الكلام ده مش توبة، ده دلع. انا السايس دي انا مش هفتحها تاني بس مش هشيلها من على الكمبيوتر. يبقى هتفتحها تاني طبعا. وهكذا تلاقوا في واحد قدامه قرار واضح، ربنا بيقول له خلص، خد بسرعة قرار توبة، العمر أقصر من إنه يستناك. وتلاقيه بيخاف ياخد القرار، أو عاوز يوارب الباب، أو عاوز يعمل خطوة واحدة عشان يريح ضميره. لا، مش ده اللي ربنا عاوزه. إن كان الله هو الله اعبدوه، وإن كان البعل هو الله اعبدوه. حتة بقى الفصال دي ما بتعجبش ربنا خالص. عشان تقدر تاخد قرار صح وتكمل فيه، حاصر نفسك بجو روحي. لما تبقى بتسمع وعظات وتفاسير وتقرأ كتب روحية وتقعد مع ناس بيخافوا ربنا وتنزل خدمة وتجري على القداسات، انت كده محصن نفسك، مقفل على نفسك ودانك وعينيك ولسانك في جو روحي، هتقدر تكمل. لكن انت بتاخد قرار وتفضل لسه مع الجو القديم بتاعك، كله كلام ملوش في ربنا وجو كله كده ايه بتاع الدنيا، مش هتقدر تكمل طبعا. الجو ده مش هيشجعك تكمل صح. لازم تبقى واضح مع نفسك. ربنا بيقول حاجة غير كده. حط السماء قدام عينك وركز. في علاج التردد والتراجع توقع
ان الشيطان مش هيسلم. انت كنت ماشي معاه، فلما سبت ايده هيبدأ يجري وراك. هو هيحاول يرجعك عن قرارك، هيحاول يستفزك عشان تغلط تاني، هيحاول يقفل قلبك من الناس تاني، يوقعك في نفس الغلط. فانت لازم تبقى متوقع ان المعركة ما خلصتش عشان تتحصن منها. كمان في حاجة اسمها الدوافع. استعيد الدوافع. يعني ايه الدافع اللي خلاك تاخد قرار صح؟ اول دافع معروف، الخوف المقدس. اللي بيحط مقابلة ربنا قدام عينه خلاص فعلا الخوف بيخليه ياخد قرارات سليمة. اذكر حد في الكورونا، يعني لما كانت حالته صعبة قوي، قال لي وانا باخد نفسي بالعافية، قلت له صالحتهم كلهم، سامحتهم كلهم، نص فلوسي اوزعها بس عدي الدور ده عليا. بعد ما الدور عدى تتوقعوا ايه؟ لا، نص الفلوس دي كتير قوي. طب واللي صالحتهم؟ لا، ما يستاهلوش، دول ما سألوش عليا حتى وانا تعبان. الله، ده طب ده كلام ده؟ انت لازم كورونا تاني عشان توصل. لما كنت خايف من الموت خدت قرار. طب وانت فاكر الموت مش هيجي؟ ما هيجي. نحتاج الى الخوف عشان نكمل، عشان ناخد قرارات سليمة. بس لو جه كلص زي ما قال المسيح، هيجي بقى ومعاه الهلاك الأبد، لأنك مش هتاخد قرار ساعتها، هيبقى تو ليت. يبقى استعيد الدوافع اللي تخليك تضع يدك على المحراث ولا تنظر للوراء. دافع تاني هو الحب. دافع لانك تاخد قرار صح. شوف ربنا بيحبك قد ايه، سطر عليك قد ايه، اداك بركات قد ايه، مات عشانك قد ايه. قدام الحب ده كله مستكتر تاخد قرار يفرحه. ايه اللي انت هتقدمه لربنا يجي ايه جنب اللي عمله معاك؟ لما تقول هسيب ولا هسامح ولا هتوب ولا هكرس وقتي ولا هركز في الانجيل، ولا ايه اللي انت بتقدمه قدام اللي هو قدمه؟ لو انت حاسس بحب ربنا هتكمل في اي قرار سليم، هيدفعك الحب دفعا الى التنفيذ. اذكر واحد من خدام الكرازة المكرسين، ما في شباب بيسيبوا الدنيا ويشتغلوا في الكرازة، يعني يروحوا بلاد كده ورا الشمس عشان يقدموا المسيح. فحكالي يعني انه في مرحلة كان مضغوط نفسيا جدا، كل اللي في مصر بيقولوا له انت مجنون ارجع، ونفسيته وحشة لانه مش شايف ثمر، والخدام ناسينه وهو في المعركة لوحده. وقال لي قعدت كذا ليلة خناقة في عقلي، أتراجع ولا لا؟ وبعدين يعني لقى صورة صغيرة كده لصليب المسيح في كتاب من الكتب اللي معاه. قال لي قعدت أعيط، بقى أنت تموت عشاني وعشان الناس دول، وأنا أسيب الناس دول يهلكوا وأرجع مصر؟ قفلت على بتوع مصر وكملت، لأنه أنت بتحبنا وبتحبني وخلتني أشتغل معاك في حاجة كبيرة. أسيب الشغلة دي وأشتغل زي أي واحد عشان أعمل فلوس؟ إيه اللي أنا كنت بفكر فيه ده؟ فالحب دافع مقدس. ثالث دافع معروف هو الرجاء. الرجاء يعني إيه؟ لما العمر يخلص، وهيخلص، هتروح فين؟ انت عارف كل تعب قدمته المقابل ليه ايه؟ كل تضحية عملتها المقابل ليها ايه؟ ده في كنز في السماء،
في مجد في السماء، في نعمة ما تتصورهاش قصاد جهادك ولا توبتك ولا تعبك. لو انت حاطط ده قدام عينك طبعا هتكمل في المشوار، هتعمل الصح، مش هتتراجع ابدا. اخيرا اقول في علاج التردد احذر من اليأس. وارد انك انت تمشي وتقع، ما تيأس. لا تشمتي بي عدوتي اذا سقطت اقوم. طول ما فينا نفس ممنوع اليأس. نبتدي من الاول، ما فيش مشكلة. الصديق يسقط ويقوم 7 مرات. فما تقولش ما انا جربت نفسي، انا نفسي ضعيفة وارادتي ضعيفة. لا معلش، اقع وقوم، كمل، لكن ما تقعش وتقعد تحت. فابتدي مرة تاني من جديد، اوعد ربنا وعد جديد وقول له طب ساعدني اطلع راجل معاك بقى، ساعدني التزم ابقى احسن من كده شوية. احبائي في اتخاذ القرار فلنحتاط جدا من مشكلة التردد، التقلقل، التراجع، لأنه في ناس ابتدت وما كملتش. ذكرهم المسيح في لوقا 14 بتعبير بدأوا ولم يقدروا أن يكملوا، كأنهم ما بدأوش. لكن احنا عاوزين ايه؟ نضع يدنا على المحراث ولا ننظر للوراء. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.